السجينات والسجناء ووقف حملات الدهم الليلية. ورفعت المتظاهرات شعارات تطالب بإلغاء قانون الإرهاب الذي يستهدف الطائفة السنية على وجه الخصوص على حد قولهن. ونشدت النساء المحتشدات في مقبرة الشهداء الفلوجة المعتصمين في مدن الرمادي وسامراء والموصل الاستمرار في اعتصامهم حتى تستجاب مطالبهم التي وصفوها بأنها وطنية وعادلة. ومعنا من الفلوجة الدكتورة إيمان كركز إحدى المنظمات للتظاهرة النسوية في الفلوجة. دكتورة، كيف جرت مظاهرة الفلوجة اليوم؟ نعم، استجابة لنداء السجينات في المعتقلات العراقية قمنا بتلبية النداء لنصرتهن من خلال تنظيم تظاهرة ومعتصمات في مقبرة شهداء الفلوجة. إذ حضر تلك التظاهرة العديد من أسر المعتقلين والمعتقلات وذوي الشهداء، وشارك في التظاهرة وفد نسوي من محافظة بغداد. اللي نتمناه من الحكومة الاستجابة لمطالبنا، ولا مانع لدينا للتعاون مع الحكومة لإيجاد الحلول لتلك المشكلات، ومن خلال البرلمانيات اللواتي يمثلنا محافظة الأنبار. إضافة أنه تم رفع أعلام ملونة بالتظاهرة، لأن هاي الباقة من الألوان نعتبرها تمثل النسيج العراقي، ونقول لإخواننا الشيعة والكرد نحن نحبكم وأنتم أهلنا، ونحن جميعا نمثل العائلة والمجتمع العراقي. الفلوجة دكتورة إيمان تشهد أيضا اعتصام متواصل دعما للمتظاهرين والمعتصمين في الأنبار. إلى أي مدى تشكل مظاهراتكم النسوية اليوم امتداد لهذا الاعتصام، وكيف ستطورون الموقف أو ستطورن الموقف أنتن في هذه المظاهرة لمساندة مظاهرات الأنبار؟ جاءت مظاهرة ومعتصمة مساندة للكرامة والشرف التي عقدت في الفلوجة والرمادي، فلذلك النساء صامدات من أجل تحقيق كافة مطالبهن، نعتبرها مطالب مشروعة لكل امرأة. قلت إن أهالي بعض المعتقلات حضروا في هذه المظاهرة اليوم في الفلوجة، المظاهرة النسوية. ما هي الرسائل ربما التي يمكن لهؤلاء أن يرسلوها إلى حكومة نوري المالكي وعبر أي قنوات؟ نود أن توجد هناك قناة للتفاوض مع الحكومة للوقوف على حال المعتقلات، لأن المعتقلات يعانون وصار أكثر من عدة سنين بدون إصدار أحكام خاصة بهم، فلذلك ضمن إطار حقوق الإنسان يجب أن يتعاملون مع السجينة. وخلال محافظة الأنبار تم تشكيل لجنة من المحامين لمساعدة المعتقلات في هذا المجال. أشكرك جزيلا الدكتورة إيمان كركز إحدى المنظمات.